الغرفة 404 تجربة لا يمكن تفسيرها. هل تؤمن بالأشباح؟ هذه قصة حقيقية حدثت في فندق مهجور، وستجعلك تفكر مرتين قبل حجز غرفتك القادمة. استعد لتجربة مرعبة. وصل الشاب إلى الفندق المتواضع، كان متعبا بعد رحلة طويلة. استقبله موظف الاستقبال بوجه شاحب وهمس: تجنب الغرفة 404 مهما حدث. لم يعر الشاب اهتماما للتحذير، كان متعبا جدا. لكن الفضول بدأ يقتله. ما الذي تخفيه الغرفة 404؟ في منتصف الليل، استيقظ الشاب على أصوات غريبة قادمة من الممر. تسلل بهدوء ووجد باب الغرفة 404 مفتوحا جزئيا. نظر إلى الداخل ورأى ظلالا تتحرك وأشياء تتطاير في الهواء. شعر بقشعريرة تسري في جسده، لكنه لم يستطع الابتعاد. فجأة، ظهر شبح امرأة شاحبة الوجه أمامه. بدأت تصرخ بصوت عال وتتهمه بأنه السبب في موتها. هرب الشاب مذعورا وعاد إلى غرفته. في الصباح، اكتشف أن الغرفة 404 كانت مسرح جريمة قتل بشعة قبل سنوات. إذا أعجبتك القصة، اضغط على زر الإعجاب وشاركها مع أصدقائك. ولا تنسى متابعتنا للمزيد من القصص المرعبة. هل تجرؤ على زيارة الفندق بنفسك؟ اكتب "أنا جريء" في التعليقات.